السلام عليكم. كما شفتوا الموضوع اللي حطيت لكم هذا الاسبوع، الموضوع اللي كان حول قضيه النصب والاحتيال اللي تنصب على واحد مغربي ب 15000 الاورو. وتواصلوا معايا بزاف تاع الناس، منهم واحد السيده مسكينه حتى هي دالها 6000 الاورو، وواحد السيد تا وداو لي 13000 الاورو، وداو للناس بزاف تاع الفلوس. ولكن هنا القضيه اللي انا ما فهمتها الصراحه، ان الناس كتنصب عليهم على مدار سنين بنفس الطريقه هذه وبنفس هذا النصاب هذا، وحتى واحد ما دوا وحتى واحد ما هضر. حتى دوات معايا انا السيده اللي وقع لها المشكل وشجعتها باش تهضر وباش تخرج وتدوي. انا اليوم فرحانه بزاف لانني اول وحده كدير الفيديو على هذا النصاب هذا وكيبارطاجا الفيديو الحمد لله، وكيوصل لعثمان برشلونه الحمد لله. تا هو دار الفيديو دابا راه يلاه نزلوا في القناه ديالو ويلا تا هو دوا. يعني كنت انا سباقه لهذا الشيء الحمد لله، شي حاجه اللي كتفرح. وبغيت نقول لكم واحد الخبر اللي زوين الحمد لله، اننا تواصلنا مع بزاف تاع الناس اللي تما تنصب عليهم وطحنا على هذا النصاب ولقينا الصوره ديالته اخيرا باش دوز في واحد المحل. انا كنقول لكم من هذا المنبر هذا اللي بغيت نوصل لكم انه اي واحد طاح في واحد العمليه تاع النصب وديال الاحتيال ما تبقاو ساكتين. واخا يعني انتم خايفين ان الشرطه تقول لكم منين جبتوا هاد الفلوس، علاش ما ديكلاريش بهم في الدوله طاطا، ولكن حاولوا تطرقوا البيبان المنابر الاعلاميه. الواحد يطرق هذا الباب هذا ويشوف الناس ويهضر ويحاول انه ما يخليش داك الشيء ياثر فيه نفسيا. بحال السيده اللي بدل لها 6000 الاورو مسكينه ما عندهاش الوراق، عندها 3 وليدات باقا حارقه هنايا، وتواصل معاه واش قال لها حقا انا بغيت نبدل الوراق ولقيت كونطراطو ب 6 مليون، الله يرحم الوالدين اجي تبادلي معايا بالعمله. وعطاها نفس الروسي يا عباد الله. هو هذا انا الروسي رانا عباد الله الوحيده واقيلا اللي طلعته. ما كيهمنيش قناتي تمشي، لانني انا الدور ديالي والهدف ديالي من هادشي كامل ماشي انني نربح فلوس ولا انني انا دخلت على شي فيديو. الهدف ديالي هو التوعيه ديالكم الخطر اللي راه كاين. نزلت في جميع لي ديتاي، جميع الطريقه كيفاش كينصب وكيفاش هذا السيد كيفاش كيدخل لكم لحياتكم، كيفاش كيرول لكم حياتكم حتى كيدي من عندكم الفلوس. المهم بارطاجيو الفيديو، ولاي واحد هضر مع شي واحد وعطاه هذا الروسي هذا من واحد الروسي دابا راه عرفنا انه مزور. هذا الروسي مزور، وعندكم نتوما عندكم طيحوا في شي عمليه تاع النصب بحال هاد الناس هادو يمشيو لفلوسهم. اللي كنتمنى ان شاء الله، انا عندي واحد الامال كبير ان شاء الله هاد السيد غادي يطيح، هاد النصاب هذا غادي يطيح. لان مادام صافوا لي هاد النصاب انا الصوره ديالته شفتها اقسم بالله ما تحلفوا عليه نصاب. وصفتها للسيده اللي تنصب عليها 6000 الاورو وقالت لي هو هذا بنفس الجاكيطه بنفس كل شيء بنفس اي حاجه. المهم انا الصوره راها كاينه وكل شيء راه كاين، ولكن ما نقدرش ننزلها لكم، نقدر نغطيها لكم بحال هكا، ولكن وجهه ما نقدرش نوريها لكم كامله. نخليو ان شاء الله السلطات هي تتكلف دابا، لان انايا الحمد لله الشرطه هنا الاسبانيه كتتسنى غير صوره لي باش الحمد لله يتحركوا. ودابا ان شاء الله غادي توسع النطاق البحث عليه وغادي يطيح ان شاء الله، وغادي يكون درس وعبره لاي نصاب كينصب على الجاليه المغربيه مساكن اللي دار بنت تماره في هذه البلاد هذه. والناس ساكن اللي السيده مسكينه قالت لك انا ضاربه مع جفاف على ولادي، قالت لك انا نضل، قالت لك محنيه على الجفاف، يلا جمع داك المبلغ، قالت لك ما نخلص بكريدي في المغرب. وملي جا قالت لي قلت صافي اللهم فلوس يمشيو للمغرب تخلص الكريدي اللي عليا ونتهنى. فكنتمنى الميساج ديالي يكون وصلكم وانكم تردوا بالكم، وان دائما الا قدر الله ما شاء فعل، انا حنا في الدنيا طحتوا في عمليه نصب واحتيال ما تسكتوش ادويو على حقكم. هاد الناس هما دواو تواصلوا معايا، يعني تيك توكر صغيره يعني ماشي حاجه كبيره. فانا قررت انني نواجه، قررت انني نطلع الفيديو، قررت انني ندوي بالصوت تاع الناس هادو، والحمد لله يعني الصوت ديالهم كيتسمع وبداو منابر اعلاميه اخرى بداو كيدويو. فيا ربي ان شاء الله يتشد، ويا ربي نتوما تكون لكم هذه عبره ودرس. واي واحد يفكر الف تخميمه وتخميمه ولا ضربه في المقص. السوشيال ميديا فيها النصب في جميع المجالات، حتى في مجال البيع والشراء ديال السوشيال ميديا. تقول لك حقك غادي دخلي معايا وبيع وشري، ما نطيقش اختي، ما نعطيش رزقي. فلهذا هذا عنده حلقه بوحده. بزاف تاع الناس تنصب عليهم بالطريقه هذه، ولكن هاد الطريقه هذه اللي تنصب بها على هاد الناس هادو بالطريقه ديال الروسي والفلوس دازو للبنك في المغرب وداكشي فريده من نوعها. فحذاري ثم حذاري الناس اللي هاجموني في الفيديو في اليوتيوب وقالوا لي سيري بركه بلا 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 راك عاكت مصدعانه ومعمره الشواري. الحمد لله ها هو منبر اعلامي اخر دوا عليه الحمد لله، وان الموضوع راه حقيقه ماشي كذب. ومازال قال لك السي عثمان غادي يحط عليه حلقات اخرى باذن الله. تحياتي للجميع، دمتم سالمين، الى اللقاء.